كونكت جيرنا لنا لايف فيسبوك ريكوردينج جميرنا لنا كلهم قاعد حنمصاخم ريدي عيبو تكنيشن نايلوم ايو غويتوم مودريتور ايو ግርማይ ዘሚካኤል ከሞትሩ interpreter is a law and welcome Professor Jalal for the presentation. Now I leave the floor for Goitom Mobratu, our moderator. سلام كلكم بحبرا بشم محدار السنتنا نتورك نقعد حن مساكم بلكم لو مشت حونا دكتور جلال وقعدنا خوينو أجازيانا ويان نتن نايسلطان قالسن بزبلار استي أجازيانا ونتن كابا أزيان زنا قال نايسلطان قرقص ويك قالسن بزبلار استي أستمر خب مسانا له دكتور جلال حاونا جرماي كوا درجة مشت نرخبه سلازلنا زحمل لا يدلنا خوانجن دكتور جلال ودعد إنجليز حجيجن ميدل إيستي زرلو ننفسه بعلو كحبرنا وكلالة عدل كوبي بدحريو أبتي لمود نحاونا دكتور مجلسي خنسمعنا حوي جرماين دكتورن الراداد وخمي جرم تي جزية تكملوا بدحري حو وي دكتور جلال مودوخا نحمش هذا عرفتي كنوسدنا بدحريوتي حتى لقيتو دلخن أتينا زيتي لمود الجواب كلنا نفلطينا بزنا عرفت بوتها بزنا أنا فاير extinction كلام مبال أكيد لينني كأوترفه ناب دكتور جلال كحلفكم يعني يلا شكرا للأخ قيتوم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. شكرا للأخ قيتوم على هذه التقدمة، وشكرا للأخ هيلي اللي وجه لي الدعوة، وشكرا للأخ جرماي اللي حيقوم بالترجمة من العربية إلى التيغرينية. أعرف نفسي، أنا زي ما قال أخونا قيتوم مستقر في لندن، لكن دلوقتي موجود في الشرق الأوسط. أعمل في مجال التدريس الجامعي، وعندي نشاطات سياسية في واقع المجتمع الإريتري. واليوم زي ما قال أخونا قيتوم حنتكلم عن الأجعزيانية وصراع السلطة. الأجعزيانية وصراع السلطة، ده هو العنوان اللي حنتناوله اليوم. وأنا أشكركم كلكم إنكم جيتم، وبمداخلاتكم ومشاركاتكم حنثري الموضوع كلنا مع بعض، وشكرا لكم. جرماي يمكن يترجم. اوكي جرماي بمجمريا نقول لكم يغني لكم ون يغني لي ني بيتوم نحيلكم ون تينا بزي نايلومي مشيت مساخون كمسي عدمي نزقربر اللي بزعبا دحر بيتين تداخلين وخمتي بيتوم كل صنحي تقماتي لندن كوينه ابزوان زي سعود عرب اب ممهرنا ناي يونيفرسيتي اللهو كم أون تنقساقسا بوليتيكاوي تنقساقسا يبداي هاجرنا مالتيو خالد بزترفه لومي كزاربولو دلي زلخو ارستي اغازياناونتن ناي سلطان قددم وي ناي سلطان قرقص تحت زبل ارستيو
إذا أرستزي مساحاتكم بحساباتكم بموساق كونيكم ونحطوتاتكم بمغرب الناس فحنا كنمهر له نمسي أرستيو. شكرا. طبعا احنا لما نتكلم عن الأجعزيانية أول مرة حنتكلم عن الأجعزيان. في فرق بين الأجعزيانية وبين الأجعزيان. الأجعزيان طبعا احنا بنقصد بها حاليا التنظيم السياسي اللي أعلن نفسه كقوة سياسية وسمى نفسه أجعزيان. بزعبا أجازيان وأجازيان النت كنزارب كلنا بزعبا أجازيان مالت أيقونن ويسو نفسه زخال خالو كوينو جن لومي نزارب له زلنا أتيو بوليتيكاوي من قصات نفسه أجازيان النت إلو سيمو زلو بوليتيكاوي من قصات بزعبوينا نزارب. وأيضا حنتكلم برضو عن الأجعزيانية كفكرة، لأنه في فرق بين أجعزيانية كفكرة وأجعزيان كتنظيم. كمون بزعبا أجازيان النت كنزاربينا كم أجازيان مالت أجازيان النت كم التحساسبان أجازيان النت كم ودب بوليتيكا ودبن أجازيان النت كم التحساسبان في اللي يعلو. طيب خلينا أول نبدأ بالأجعزيان كتنظيم اللي يرأسه تصفصيون. هذا التنظيم إيش هو يعني؟ خلينا كجمرن كلخو أجازيان كم ودب بتصفصين زمرح أزي ودب زي انتاي مالتي وانتايو زي ودب زي كأبو خجمر. طيب الأجعزيان هي حركة سياسية أكسومية الانتماء، أرثوذكسية العقيدة، قومية النزعة، شوفينية المشاعر، ناطقة بالتجرينية، تنادي بدولة أكسومية. أجازيان نت كم بوليتيكاوي التحساسبة بوليتيكاو من قصاص بالت أكسوماوي فلسفنا أرثوذكساوي أمنت بهراوي سمعتنت زلوا من قصاصي. أيوة. تؤمن بضم كل إريتريا وكل إثيوبيا تحت حكم تجراي تجرينيا. أمنتهم دما كل إيرتران كل إثيوبيان تحت جزءات تجراي تجريني بزبل كأتو ويدل. وتعتقد هذه الحركة أن الوحدة القومية بين الأكسوميين التجراويين في إثيوبيا والتجرانيويين في إريتريا تحتم عليهم الالتحام معا في كيان قطري يجمعهما معا، انطلاقا من أن تاريخهم القديم هو تاريخ أكسوم أساس تاريخهم الحديث، وأن تاريخهم الحديث هو التاريخ يوهنس وألولا موصولا بتاريخ عيزانا وليس بتاريخ عواتي والثورة الإريترية. كم من قصاص كم بهراو من قصاص دما از من قصاص زي تاكسوم مع كل زغبره اثيوبيان ايرتران ابتي تحتي ناي اب تحت حاده تجراواي جزات كتو زدل اب تاريخو ناي قدم تاريخو
تاريخ ناي أقسم زمركس أبتي ناي بعل إزانا أبز حدش تاريخون أب تاريخ ناي أولولان ناي أب تاريخ ناي هسيو هنسن زمركوس كوينو بزعبا تاريخ سوران عواتن زي أمن. طيب احنا لما نتكلم عن هذه الحركة يتطلب مننا أول نتكلم عن مفردة أجعزيان. من فين جت هذه المفردة؟ ما جذورها التاريخية؟ لأن الحركة هذه تطرح مشروع تاريخي تنطلق منه. فعايزين نعرف كلمة أجعزيان جت من فين؟ بزعبا زمن قصاص كنزارب كلنا بزعبا أجازيان كنزارب يلينا مخنياتو إذا أجازيان كم قال وي كم ترم كابيز مخنياتو أبتي من قصاصهم تاريخاوي أماساسا كم زلوا يوزقلس لذي بزعبا أجازيان كنجلس نجدد نزنا جرزن خنا بر. وعشان كده حنطرح عدد من الأسئلة في حدود 4 سؤال رئيسي. السؤال الأول: ما علاقة قبيلة أجعز الحميرية بمنطقة الحبشة؟ ثانياً: هل الانتساب إلى قبيلة أجعز الحميرية مقصور على الأكسوميين أم شامل؟ ثالثاً: ما صحة ما يدعيه مؤسس حركة الأجعزيان من ارتباط عرقي وديني باليهود؟ 4: هل ثمة فرق بين الأجعزيان اسماً لحركة تحمله والأجعزيانية وصفاً لمن توفرت فيه أوصافها؟ اوكي انبار نزي حتوتات نزين بالعال 4 حتوتات كنعلك قدادينا قداماي حتو زمدنا زوم رومي أزياويان زمدنهم مس أزيان اتهم كاب حمير زمصو مساتهم زلوهم زمدنا انتايو تي كالاي انت خليت انتاي نيرا. النقطة الثانية: هل الانتساب إلى قبيلة أجعز الحميرية خاص بالعرق الأكسومي أم شامل أم للجميع؟ كالاي زمدنا أخسوماويان وزي أزيان بناي أخسوم طرح زو السندي ويسمس كل أحزاب زلو وزمدنا يزمدنا زي سالساي حتو زي من قصاص زي مس ناي أيهود متأسسار زلو انتاي تاريخاو متأسسار له. 4 حتو دما فللي ناي زمن قصاصاتن اتي اب تاريخ زفلت أجازيان انتايو كنرئينا. يعني رقم 3 أخ قرماهية إنه حركة أجعزيان بتدعي إن عندها ارتباط عرقي وتاريخي وديني باليهود. اوكي أجازيان مالت مس أيهود مبقلاون تاريخاون زمدنا كم زلوهم انتاي تزمدهم انتاي متمقلاون تاريخاون زمدنا تينساتهم زبلوو تاريخ مبقلال لنا يقوم نفسهم كم جيروم يرواي انتاي تمبقلاون تاريخاون زمدنا مسياق زلوو. النقطة الرابعة كمان تحتاج إلى مزيد من التوضيح، اللي هي الأجعزيان اسم لحركة تحمله يرأسها تصفيان، لكن الأجعزيانية هي وصف لفكرة. تخالتي في اللي أجازيان كم ناي أجازيان النت كم ناي من قصاص بوليتيكاو من قصاصاتن أجازيان كم التحساسبان زلوهم في اللي
حابدأ بالسؤال الأول، يعني ما علاقة قبيلة أقعز الحميري بمنطقة الحبشة؟ معروف تاريخيا إنه الحبشة مرتبطة بالجزيرة العربية، وأن قبيلة أقعز الحميرية هاجرت من جنوب الجزيرة العربية إلى هذه المنطقة، والكلمة كلمة الحبشة أخذت اسمها من قبيلة عربية اسمها حبشت. وهذا يورينا إنه ارتباط تاريخي موجود بين الحبشة اللي احنا نسكنها اليوم وبين جنوب الجزيرة العربية. هذه مسألة تاريخية كل المهتمين بالتاريخ من الغربيين والشرقيين أكدوها، ومراجع عديدة تثبتها، بأنه المجموعة التي أقامت حضارة أكسوم هي أصلا جاءت من جنوب الجزيرة العربية، ونقلت ثقافة الجزيرة العربية ولغة الجزيرة العربية إلى هذه المنطقة وأقامت حضارتها فيها. هذه حقيقة تاريخية. بار ممسا ناي أغازيان كاب قبيلة حمير كاب دوب يمن كم زمسو زي تاريخ زرقا قصويو مسأتهم وين توم حبشة زبهالو تتحيزو مسؤوم زمسو زي تاريخاوي متأثار دما مسنايلومي حبشة إلنا نسوعو مس دبوب يمن زلو متأثار يملكت مباركت كلهم تاريخاويان معرباويان يكونوا مبراقاويان زراقصو انت داهليو إذا تاريخ زي يوم زراقصو اتوم ناب أخصوم مسيوم نزي سلطاني زين اي دبوب يمن سلطاني أخصوم زمسرتو دما كابزي بوتازي تبقيسوم سلطاني أومن قوانقو أومن كله تحستو أومن أبزي بوتازي كم زدوكونو بتاريخ زراقصيو أزي زخونة يكون نتاريخ زجنسل كجاجيو وي كال ترجم كهبو زي كل زترجاجس تاريخ أو حكي. جميل. وكلمة جعز تنطق بنطقين، نطق جعز ونطق جئز بالهمزة، والاثنين النطقين صحيح، لأنه في قبائل عربية ما تنطق العين، العين تنطقها همزة. فمثلا الآن في اليمن في مناطق تهامة ما يقولوا عبدو، وإنما يقولوا أبدو، وما يقولوا تعال إنما يقولوا تآل. وجأزان اللي هي مدينة جيزان الآن في المملكة العربية السعودية هي جعزان، فتنطق جأزان، وبعدين تحولت إلى جازان، وبعدين تحولت إلى جيزان، وكلها تعود إلى قبيلة أقعزيان. هي منطقتها وفيها نشأت ومنها تكونت ومنها هاجرت. جئزن كلته حدا قال يوم جن أب يمن مالت عاسل زي دمس جئز تباهلو تي نجار جن جئز وسلازي كلته أتوم حدا يوم خنياتو كل جزين تدارينا يوم يمناويان نع تعال كبلون جزء أرسو تعال يبلو جعزان زنبر جازان يبلو جيزان كوبون كال أسمات وين كركبي كاليو إذا جيزان زبلجن مس جعزان كبتاو متسسار زلوا كابت إز بوتاتات زوين إتيز تبغسلو بوتاتات يو سلزي جئزن حادث ميت راح ناي مدماس في اللي تراي. قبيلة أقعز وقبيلة حبشة قبائل سامية هي. طيب لما جو إلى المنطقة ما وجدوا مكان خالي من الناس، استنوهم ناس موجودين في المنطقة.
هذول اللي استنوهم هم القبائل الحامية، والقبائل الحامية نفسها جت من جنوب الجزيرة العربية. والأجو والبيجا يمثلوا جزء من القبائل الحامية. مباركستهم حبشان جازن سماويان يوم كاب دبوب سمين عرب كا نزيحهم وينابزي كبابي زلنايو بحبشا زفلت بوتا مس بصو اتي بوتا ترايو اي صنحومن ابو سبات نيروم موميم زوم ابو صنحوهم سبات كا حماويان يوم مسوين انتخونو كاب دبوب دسيت عرب زفلسو يوم كاب اتوم نمذكر زاكل اغون بيجان كنتقس نخيل. والمؤرخين بيقولوا ومنهم مستشرق ايطالي متخصص في الدراسات الساميه وكتب عن الحبشه، بيقول انه الحاميين نفسهم، القبائل الحاميه اللي جت من جنوب الجزيره العربيه، استنوهم ناس قبلهم العنصر الزنجي هو اللي كان ساكن في المنطقه. وهذا المستشرق الايطالي انا اسمه الان لا اذكرها، اسمه غوزني لا اذكر بالضبط، بيقول انه ممكن يكونوا اجداد الكنامه اللي هم اللي كانوا ساكنين في هذه المنطقه، جاء العنصر الحامي ودفاهم الى الجنوب واخذ مكانهم واستقر هناك، ووجد العنصر الاجو والعنصر البجاوي وسكنوا المنطقه هذه. وبعدين جو الساميين اللي هم الحبشه حبشت واجعزيان واختلطوا بالحاميين، يعني اختلطوا بالبجا وبالاجو، واختلطوا بالقبائل الاخرى الحاميه اللي كانت موجوده، فتشكل هذا العرق الذي نحن فيه الان، تشكل من هذا التجانس. وهذا يورينا ان قبيله اجعز وحبشت ما كانت مندمجه مع عرق لوحده، انما مع كل الاعراق، دخلت في كل الاعراق. ترختي خمس بالو في اللايك احد تاريخ ايطالياوي تراخي حماويان وين جزا ارسوم اقدمهم مسيهم كنبل كلنا نساتهم وين تخونوا بوغنهم ابتبوتاتي قال السبات سنحهم يوم اتم صنحوهم سبات كا نيلاويان كوينوم اب حقوتات نايلوم لهم يكونوا انبلهم كيكونوا اي ترفن بار ازيوم ابتبوتاي كموتو نيروم اتم حماويان دفيهم نابزلومي زركبلو بوتاتات كم سفرو غيرهم متنسوم زنبرو بوتاتات كان ساتهم تقمطهم بدحرزي اتم سماويان اتم حماويان مستراخبو امنغኦም بزتفطره موسبو دما ازينا هنا مبقر زلو سب وي كفطر كيلو مالتي سلازي ازي لومي ابز خبابي زركب احزاب بموسبو نايز كلتيو كاب دبوب دسيت عرب زفلسه ناي حماون سماويان موسبو ايو. وطبعا سادت اللغه الاجعزيه على المجتمع. اللغه الاجعزيه اصبحت هي اللغه السائده، وهي اللغه اللي يتحدث بها الناس. وبعدين هذه اللغة حصل فيها تطور وخرجت منها التجرايت والتجرينيا والأمهرية. بدحريو دما مالت ابتوانتي زوم نابت خبابتي زنبرو احزاب بملؤهم قانقوا غئز اتي عبلال قانقوا كوينو غئز يوم ززارب نيروم كابو جن بزترخبه معبلنا قانقوا غئز بدحريو معبيلو كابو دما قانقوا تجري تجرينيا امحرينيا زابنسلو قانقواتات كي وصاك الين مالتي خاب غئز. طبعا
هذه الفكرة وهذا التكون ما بيعني إنه المنطقة كانت في وئام وسلام، كان فيها صراع شديد يعني. وفي النهاية طبعا أكسوم توسعت في عهد عيزانة، وحتى وصلت إلى اليمن، حكمت اليمن أكسوم، ووصلت حتى إلى الحجاز، ومعروف قصة أبرهة في التاريخ الإسلامي. ففي عهد عيزانة أصبحت دولة أكسوم مسيطرة، وكانت واحدة من الدول العظمى الكبيرة في المنطقة بجانب الفرس والرومان. وهي طبعا كانت أرثوذكسية، فأقرب إلى الرومان، لأن الرومان مسيحيين كاثوليك، وعيزانة اعتنق المسيحية سنة 330، لكن اعتنقها على العقيدة الإسكندرية الأرثوذكس. ግን እዚ ክንብልን ከለና ኣብ መንጎኦም ሰላምን ምርግጋእን ነይሩ ክበሃል ኣይከኣልን ወይ እቲ ዝበፅሕዎ እውን ብዘይ ቃልስን ምድፍፋእን ኣይነበረ። ንገዛ ርሳ እዚ ናይ ግእዝ ወይ ናይ ኣጋዝያን ምስፍሕፋሕ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጅኡ ዝበፅሐሉ ኣብ እዋን ኤዛና እዩ ነይሩ። ስጋብ የመንን ሕጃዝን እዚኦም ብስዑድ ዓረብ ዝፍለጥ ማለት እዩ ስጋብ ሕጃዝ እውን በፂሖም ነይሮም እዮም። እዚ እውን ናብቲ ቦታት ዝበፅሐ ኣብርሃ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣብቲ እዋን እቲ እዛ ዓባይ ደውላ እዚኣ ኣብ ጎኒ ፈሪሳውያንን ሮማውያንን ነይራ። ከም ድሕሪ 330 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ኤዛና ንገዛ እርሱ ብናይ እስክንድር ብናይ ኣሌክሳንድሪያ ኦርቶዶክስ ዝምእከል ናይ ተዋህዶ እምነት ስለ ዝተቐበለ ኣብቲ ዝነበረ ምድፍፋእ ናይተን ዓበይቲ ኢምበራጦርያታት ኣብቲ እዋንቲ ፈሪሳውያንን ሮማውያንን ክርስቲያን ብምዃኑ ናብ ሮማውያን ዝቐረበ ነይሩ። والأكسومية اللي هي دولة أكسوم بعد التوسع اللي عملته وبعد النجاح اللي حققته ومسكت اليمن طبعا زي ما قلت لكم. بعد اليمن ظهر زعيم يمني سيف بن زيزن وتحالف مع الفرس وخرج الأحباش من اليمن بالتحالف مع الفرس. ومنذ أن خرجت الحبشة من اليمن أخذت تضعف شيئا فشيئا حتى تقريبا سنة 640 ميلادي لما ضعفت خلاص هجم عليها البجا وأسقطوها. ናይ ኣክሱም ደውላ ድሕሪ ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዚ ናይ ምስፍሕፋሓ ምስ በፅሐት ኣብ እዋን ኤዛና ማለት እዩ። ድሕሪኡ ግን ኣብ የመን እውን ሓደ መራሒ ተፈጢሩ ፌዝ እብኒ ሃዘን ዝበሃል ንሱ ምስ ፈሪሳውያን ብምልፋን ንኣክሱማውያን ካብቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ቦታ ናይ የመን ደፊኡ ከውፅኦም ክኢሉ ካብ ዝንንየው እቲ ናይ ኣክሱማዊ ስርዓት እናተዳኸመ ክኸይድ ጀሚሩ። السطر الأخير إيش كان؟ طبعا شوية كان لما خلاص رجعت من اليمن وأخذت تضعف شيئا فشيئا. تقريبا سنة 640 ميلادي البجا بقيادة البلو هجموا على أكسوم وأسقطوها. اوكي فهمت.
بدحر زي تدفيهم نارتبوتات مسبوعو بدحر كابو قصيلو ون أب 640 دحر لبدة كريستوس ناي بيجا من قسقاس ببلو زمرح تنقساقيسو أبتي مسؤوم بزغبرو مقطعم قرشو نتي ناي أكسوم دولة أو وديقو مالتي بدحر. والبيجا حكموا المنطقة بعض المؤرخين بيقولوا 600 سنة 6 قرون، وعثمان صالح سبة بيقول حكموها 8 قرون. فالمهم الكلام هو بعضهم بيقولوا حكموها 8 قرون وبعضهم بيقولوا حكموها 8 أو بعضهم بيقولوا 6 قرون. بدحر زي بيجا نتيبوتاتي قال ترختين شدشت 100 عامت جزي أمو يبل عثمان صالح سبوين أحد مصحفون شمون 100 عامت جزي أمو يبل بزخونة بدحر موضع أقسم ني شدشت ويشمون 100 عامت زأكل بيجاويان نتيبوتاتي يجزئوا ونيروما. إيه المقدمة التاريخية هذه اللي قلناها مهمة جدا وتؤكد لنا أن الارتباط هو بجنوب الجزيرة العربية، لكن حركة الأقعزيان بتقول الارتباط مش هو بجنوب الجزيرة العربية، الارتباط هو باليهود بنسل سليمان ابن داود عليه السلام. طيب كيف جت هذه القصة؟ قصة الارتباط بسليمان إذا كانت قبيلة أقعزيان قبيلة عربية حميرية، فمن أين الارتباط بقبيلة باليهود؟ كيف جاء؟ من أين جاءت؟ ما مصدر هذه القصة؟ مباركس إذا تاريخاو مقدم زيك حبرنا زخيل اتيم التأسسار نا أقسوم مس دبوب دسيت عرب كم زمبرة يبرهيو انت خونه جن إذا من قصقاس زي مت استسار ناي أقسوم مس يهود ويون مس نجوس سلمون إيو يبل سلازي إذا إذا أباه لازي منشو انتايو تاريخاو منشو انت دعا تي تاريخاوي أما أساسها تاريخاو متأسسار ناي أقسوم مس دبوب دسيت عرب كوينو بيناي من قد أبيلو إذا حجي زلو من قسقاس إذا متأسسار ناي أقسوم مس أيهودن مس نجوس سلمونون زت أساس رأيو زبلو منشو انتايو. هذه القصة هو القس تخل هيمانوت أو تكل هيمانوت، هو المصدر اللي كتب كتاب كبري نجستي، كتبه في القرن الرابع عشر الميلادي حسب كلام المستشرق الألماني تيودور نولدكا. مستشرق ألماني اسمه تيودور نولدكا بيقول إنه تكل هيمانوت كتب كتاب كبري نجستي في القرن الرابع عشر الميلادي. امبار منشي نايزا أباهلازي كشي تخلى هيمانوت كيكون أيترخ منياتو تي منشي عصرت 4 كفل زمن كشي تخلى هيمانوت ني كبر نجست زبل مصحف سحيبهم إذا دما تيودور نوردك زبهال جرمناوي أبتي انتاي بل كشي تخلى هيمانوت كبر نجست زبل مصحف أب 14 كفل زمن كم صحافه يجلس. وبعض المؤرخين بيقولوا كتبوا في القرن الثالث عشر وبعضهم بيقولوا كتبوا في القرن السادس عشر. المهم هنالك أكثر من فترة تاريخية. قال تاريختوين أي تاريخ صحافتوين أب مبل 13 كفل زمن كمون أب كال زيادة 5 صحافة يبلو بزخونة
ዝተፋላለየ ናይ ተጻሕፈሉ ዕለት ከም ዝህቡ ይርአ። والكتاب ده اترجم إلى العربية تحت عنوان جلال الملوك. ترجمه متخصص مصري في اللغة الجئزية الدكتور مجدي عبد الرزاق سليمان. እዚ መጽሓፍ እዚ እውን ናብ ዓረብ ብሓደ ግብፃዊ ምሁር ማለት ናይ ግዕዝ ኣፍልጦ ዘሎ ተተርጊሙ እዩ። ኣብ ትርጓሚኡ ድማ ጀላል الملوك ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ነዚ መጽሓፍ እዚ ከም ተርጎሞ ተርጋሚኡ ድማ መጅዲ ዓሊ مجدي عبد الرزاق ولا علي لا مجدي عبد الرزاق ايوه مجدي عبد الرزاق زبل سم زصواع ግብፃዊ ከም ዝተርጎሞ ይፍለጥ። والكتاب نشره المجلس الأعلى للثقافة المصري عام 2002. المجلس الأعلى للثقافة في جمهورية مصر يعني نشره عام 2002. 2002 ايوه نشر الكتاب بالعربي 2002 2002 እዚ መጽሓፍ እዚ እውን ላዕለዋይ ባይቶ ናይ ባህሊ ዝብል ስም ዝጽዋዕ ሓደ ኣካል ኣብ 2002 ከም ዝተርጎሞ ናብ ዓረብ ተርጉምዎ. ايوه وانا رجعت الى الترجمه العربيه طبعا. انا اتي عرب ترجم انبيبيو. نعم. القصه اللي يقول فيها دخله هيمانوت انه ملكه سبأ نجست سبأ التي حكمت اليمن والحبشه مع بعض قدمت الى سليمان بعد قدمت الى سليمان، وبعدين يقول سليمان نام معاها ضاجعها. القصه طبعا طويله هي لكن انا هاختصرها. يقول سليمان ضاجعها من غير رضاها وحملت منه بابن يدعى منيلك، وبعدين رجع الى بلدها. እቲ እምበኣርከስ እቲ ኣብቲ ትርጉም ዝረኸብክዎ ኣባ ተክለ ሃይማኖት ወይ ቀሺ ተክለ ሃይማኖት ንግስቲ ሳባ ኣብቲ እዋን እቲ ንየመንን ነዚ ናይ ኣክሱምን እትገዝእ ዝነበረት ንክልቲኡ ኣጠቃሊላ ናብ ንጉስ ስሌማን ወይ ንጉስ ሰሎሞን ንክትበፅሕ ምድሪ ይሁዳ ኸይዳ ኣብዚ እምበኣረይ ብዘይ ድልየታ ከም ተጋሰሳ ወይ ከም ተራኸባ ይገልጽ። ካብኡ ድማ ጠኒሳ ምኒልክ ዝበሃል ወዲ ከዓ ወሊዳ ኣብ ዓዳ ከዓ ተመሊሳ። بعدين لما جابت ولدها لما انجبت مليليك وكبر مليليك ارسلته مع واحد تاجر الى ابوه سليمان، وابوه سليمان استقبله بحفاوه ورحب به وقال له تجلس معي، لكن الولد رفض أن يجلس مع أبوه وأصر عشان يرجع إلى الحبشة إلى اليمن، وأبوه سمح له وقال له الحكم حكم المنطقة هذه يكون فيك أنت وفي أولادك. بدحر زي منيليك مس عبي أديو مس حدا نجاداي نبوه نخبصحني ناب نقص لبون سديداتو بدحر أبوه بصبوغ تقبلوه مسؤول كخمة حاتيتو انت خونجن ناي جدن كملس علوني يلو كملس سلازو السنة انبار نابتبوتاتي تملس
نسخان ولدو خان كا غزعتي نايت بوتا كونيلو ني مليس سديدو. وعشان كده الأمهرة الملوك بتاع الأمهرة اللي يحكموا إثيوبيا بيدعوا أنهم من سلالة سليمان، وفي الحبشة في الحكام يسمونهم الأسرة السليمانية. الأسرة السليمانية يعني نسبة إلى سليمان. طبعا هذه القصة قصة اللي هو القصة التخلي نسجها للملوك الأمهرة. تخل هيمنوت نسجها عشان الملوك الأمهرة. فالملوك الأمهرة بيدعوا أنهم من الأسرة السليمانية. أمباركس أبز تاريخ زب مولكاس تي أب إثيوبيا وبأمحارو بفلاي زمرح كاب نجد سليمان مخانم ونجد سلمون مخانم يجلسوا سلزي أبا تخل هيمانوت وين نزك صحفهم كله بفلاي إنه كم السامع إنه كم زمثل متستارمون زمدن أمن كاب نجد سليمان إيلو زي صحف لهم صحفيو مساتهم وين سكاب كل جزية نايزي نقسنة سلمون مسؤول متستار زلوهم ناكابو زمسة نقسنة مخانو كل جزية زقل صوي. وكان آخر ملوك الأسرة السليمانية هو الإمبراطور هيلي سلاسي. ناي موردا تا نغوس كاب نغد سلمون زنبر نغوس هيلي سلاسي. ايوه عشان كده اللقب من الكنيسة الأكسومية للإمبراطور هيلي سلاسي كان لقب المختار من الله، أسد يهوذا، ملك ملوك إثيوبيا، الإمبراطور هيلي سلاسي. باركس اتي بيت كهنة أخسوم زتواهبو سيامي دما مالت كاب እግዚአብሔር ዝተሰየመ ካብ ነገደ ይሁዳ ዝመፀ ንጉሰ ነገስት ናይ ኢትዮጵያ ዝብል ስያሜ ተዋሂቡ. هذه قصة تخص الأمهرة. التجراي عندهم قصة أخرى مشابهة لها أيضا تقود إلى سليمان. القصة دي خلاصتها بتقول في الأساطير. طبعا احنا قاعد نتكلم عن أساطير مش حقائق تاريخية، هذه أساطير تاريخية، هي أساطير. هذه القصة بتقول إنه كانت ملكة اسمها إزيب وهي ملكة تجراي. برضو دي حملت من سليمان عليه السلام بتوأمين. يعني كيف حصل هذا؟ بيقولوا إنه مشت للعلاج إلى سليمان عشان يعالجها، وبعدين سليمان أعجب بها واصطادها، يعني داجعها على نفس الطريقة الرواية السابقة. ولكن هنا الاسم أزيب، وهناك اللي هي ملكة سبأ نجست سبأ. ملكة أزيب حملت من سليمان بتوأمين. وبعدين رجعت وأنجبت التوأمين. اوكي ازي تقدم ابيلنا زي زبلو زلخو قداي ነገር ጽዋይ እዩ ቅቡጥ ታሪክ አይኮነን
إذا أتي أقدم بلز جلس كوا زانتا أمحارة زنتو ويتناتهم كفال زانتا بزعباز زلون كون كله تجراوتون تمساسالي تاريخ اللهم من كابو فليزي بلي مباري تي ناي تجرايت ناي تجراوت سوسواي دما حنتي نجستي أزيب تبهال نجستي أب تجراي كم زنبرد كابو دما ني مدهانيت وين مفواس نختفواس ناب نجست سولومون ني مريت ناب إسرائيل كم زخدت بدحرزي وندس سلزبلتو سلز تراخبا كابو مانتا كنيسة نهاجرات مليسا أب هاجرا خاء مانتا وليدا مالتي سلزي تن كلت نجاوس زي أتن تحنتي بتجري أزيب كتو إلى إلهم كسومين كله بأمحارة دما سابا النابولي سومي سلزي زي تاريخ ناي تجري كأنا زي يمثل مالت دحري مولادها أنتي كم زخونك بينا نسمعنا. بعدما أنجبت الاثنين وكبروا الاثنين أرسلتهم إلى سليمان. كلتهم توليدهم مالت كلتا أودات وليدان دقينا مسعبيو ناببؤهم ناب نقول سلومون سديداتهم. سليمان لما جوه الاثنين شاف الواحد عنده ذكاء وشاف الثاني عنده بلادة وسذاجة. مبارتهم كلتا دقو مثل أخذتهم مسمطوا نقول سلومون اتحادي بلحن مستوعلن مقانو خرئن كله اتحادي دما هليلون مالت بلح عمرو زي بلو خينو رخيبو. والولد الذكي أسند إليه سليمان الحكم في الحبشة. نتي بلح عمرو زنبرو ودون بار اتي ناي نكسنت ناب مريت حبشة نعو تواهبوه. واسمه منيليك. سمود ما منيليك. طيب. ومنيليك وهو راجع من أبوه إنه كابوه من لسن كله. أيوة أخذ معه التابوت، تابوت بني إسرائيل، ومعه أحبار يهود أخذوا التابوت. نعدوك من لسن كله نقص منيليك مسؤو تابوت نايدك إسرائيل كم أون مسؤوين قال أخشتي حيزو نهاجروا تمليز حيزو نهاجروا تمليز وجابوا التابوت إلى أكسوم. تابوت دمانا أكسوم حيزو ماتيهم. ودي تلاحظوا هنا إن معناها أكسوم اتوجدت قبل هجرة الأجعزيان. سلازي أبزي كن ريو زلنا أكسوم قدمي ناي أجازيان فلستنا بأكسوم كم زتمسرتت يرينا الصورة تورينا أن أكسوم ما جت من مهاجري جنوب الجزيرة العربية. زوين زرينا أكسوم كابتوم كاب دبوب دسيت عرب زموسو سدتنياتات مسؤوم زتانستم كاباتهم مسؤوم زهانت وان كم زي كونت يرينا. يعني وإنما جت من أورشليم من سليمان. انتايد كاب يروشليم كاب نقول سلمون كم زمسات مسؤوم تتأساسر يري. وزي ما قلت لكم هذه كلها أساطير هي، ومعروف الأساطير مش حقائق تاريخية. زي زبلكم زلخو كله سواي تاريخاوي حق يكون. أيوة وبنوا فيها كنيسة القديسة مريم. أب أكسوم دما بيت خريستيان قديس مريم مسريتهم. أيوة وتقول الرواية الشيطان هرب من أكسوم ولن يدخلها ما دام هذا الثالوث فيها. بدحريو ونبلو الشيطان كاب أكسوم تباريرو تشريشو خا سقاب زي
تابوت زي أب أقسم زلو كأتوا كم زي كإل يبره. أيوة. ومن هنا الابن المدعو منيليك ابن سليمان ابن داود عليهما السلام من أم تجراوية تدعى الملكة إزيب، يتناسل حكام الحبشة إثيوبيا اليوم ولا يخرج الملك عنهم أبدا بأمر الله. سلازي بأركس منيليك ود سليمان ود داود كوينو كاب تجراويتي أزيب زولد إيو يبلو اتنقسنت دما بتأزاز زقي أبيهر كاب آتوم زوص نقسنت أيكونني. إذن عندنا قصة بتقول السلطة محصورة في منيليك ابن سليمان ابن داود اللي أمه نقسة سبأ وينحدر منها ملوك الأمحرة. وعندنا رواية تقول أن منيليك ابن سليمان ابن داود عليه السلام اللي أمه إزيب من التجراي ينحدر منها ملوك الحبشة. هاتين الروايتين خلقت صراع تاريخي بين الأمحرة وبين التجراي. احنا نشوف الآن بيجري حاليا، هذا اللي يجري حاليا هو مبني على هذه الأساطير، إنه صراع السلطة بين الأمحرة والتجراي، والاثنين بيقولوا إن احنا من نسل سليمان ابن داود، إلا أنهم يختلفوا في قضية. التجراي بيقولوا منيليك إزيب من التجراي، الأمحرة بيقولوا منيليك مش هي إزيب إنما هي نقسة سبأ. سلازي كلت صوصوايات علونا تحدث صوصواي منيليك ود سليمان ود داود كاب أديو سابا زولد مسزي زي أتوم كا أتوم أمحرة اتي نقسنتن اتي سلطانن بزا أبيلو ناتوم كم زخونو كقرصون كلو بتخال عيشنخ كا منيليك ود داود ود سليمان ود سلمون ود داود كاب نقسط أزيب تقراوي تزولد سلزخونه اتي نقسنت كا تقراوت بزا أبيلو ناتنا يبلو. سلزي أمونغوزوم كلته إذا تاريخاوي قالسي نيرون ألون حجوين النريو زلنا قالسي كلتي آتوم كاب سلمون زرخبوه بإغزيابيهر زتواهبهم نقسنت كون كله قليهم بسابا قوالنا بديلو نهنا يكبلون كله توم حرا تقرأي دما بأزيب قوالنا بديلو نهنا يكبلون. السيد تصفاصيون مؤسس حركة أجعزيان بنى على هذه الأساطير، اعتمد على هذه الأساطير وجعل منها مادة للتعبئة الشوفينية. يؤلب الناطقين بالتجرينيا ويدعوهم إلى تعصب قومي ضد الآخرين، ويدعوهم إلى سحق الشعوب الأخرى والسيطرة عليها كليا والهيمنة عليها كليا وتجرنتها، إخضاعها لهيمنة التجرينيا ثقافة وعقيدة الكلام سمعتموه منه. كل ده مبني على هذه الأساطير. وعشان كده تصفاصيون بيقول نحن ننتمي إلى بني إسرائيل، وتلاحظون أنه في اجتماعاته يعلق من وراه العلم الإسرائيلي. سلازي كبور تصفاصيون تي ناتو فلسفنا ويناتو أباهلا أبزت وصواي إزي تمركز خوينو
እቲ ዘለዎ ዝምድና ምስ እስራኤል ብምዃን እዩ ብምባል ኣብዚ ቦታ እዚ ነዚ ስምዒታት እዚ ኣለዓኢሉ ነዚ ብሄራዊ ስምዒታት እዚ ኣለዓኢሉ ናይ ሓደ ቋንቋን ናይ ሓደ ባህልን ዝምባሌታት እውን ኣረሳሲኑ ነዚ ኣብዚ ከባቢ ክመፅእ ዘለዎ ክምስረት ዘለዎ ስልጣን ካብዚ ፅውፅዋይ እዩ ዝብገሰሉ ከምኡ እውን ክንሪኦም ከለና ኣብቲ ኩሉ ዝገብሮ እውን ብድሕሪኡ ነዚ ዝምድናታቱ ንምድልዳል ነዚ ዘለዎ ምስ እስራኤል ዘለዎ ዝምድና ዘርኢ ናይ ዝኾነ ይኹን ብዙሕ ምልክታት እዩ ዝገብር ስለዚ ብቐንዱ እዚ ዝፈጥሮ ዘሎ ምልዕዓል ኣብዚ ታሪኻዊ ሓቂ ዘይብሉ ፅውፅዋይ ዝተመርኮሰ እዩ وإذا نظرنا لهذه الأساطير من الزاوية التاريخية الحقيقية فقد أجمع المؤرخون الغربيون وغير الغربيين على أن هذه القصص ما هي إلا أساطير وأكاذيب تروى لا أساس لها من الصحة لفقها القس تكله هيمانوت من عندياته مقتبسا بعضها من الأساطير اليهودية وناسجا بعضها الآخر من خياله لأهداف سياسية ስለዚ ብዙሓት ናይ ታሪክ ተመራመርቲ ኤውሮጳውያን ይኹኑ ወይም ካልኦት ዘረጋግፅዎ እዚ ነገር እዚ ታሪኻዊ ሓቅነት ከም ዘይብሉ ፅውፅዋይ ምዃኑ እንታይ ደኣ ቀሺ ተክለ ሃይማኖት ገለ ካብ ፅውፅዋይ ናይ ኣይሁድ ፅውፅዋይ ተመርኪሱ ወይ ገለ እውን ካብ ኣእምርኡ ዝፈልፈለ ፅውፅዋይ እንተዘይኮይኑ ዝኾነ ይኹን ሰነድ ዘለዎ ታሪኻዊ ሓቂ ኣይኮነን هذا الكلام مش أنا اللي قاعد أقوله من عند نفسي من هؤلاء اللي قالوا هذا الكلام أستاذ الدراسات الشرقية في جامعة لندن ساوث البروفيسور إدوارد ألندروف يقول في مقابلة أجرتها معه عام 1992 ميلادي مجلة لوس أنجلس تايم قبل وفاته عام 2011 يقول زرت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية كنيسة أكسوم وبنفوذي الحكومي دخلت عمق الكنيسة حتى وصلت حيث التابوت المزعوم يوضع وتبين لي أنه أكذوبة لا علاقة له بتابوت بني إسرائيل أبدا ووجدته في أكثر من كنيسة إثيوبية እዚ ዝብሎ ዘለኹ ኣነ ዝብሎ ዘይኮነ ሓደ ናይ ምስራቃዊ ታሪክ ተመራማሪ ኤድዋርድ ኣለን ሎር ዝበሃል ምስ ሎስ አንጀለስ ታይም ቅድሚ ማቱ 2000 ዝገበሮ ምዝርራብ ማለት ኣክሱም ከም ዝበፅሐ በቲ ዝነበሮ ማለት በቲ ዘሰነዮ ነዚ ቦታ እዚ ንምብፃሕ ዘሰነዮ ሓይሊ እውን ናብቲ ታቦት ዝርከበሉ ናብቲ ቀንዲ ቦታ ኣትየ ርአዮ ይብል እዚ ታቦት እዚ ዝኾነ ይኹን ምስ ታቦት ደቂ እስራኤል ዝምድና ዘለዎ كم زي كونه فتصوم حسوت مخانون قليسون أيضا في مستشرق دنماركي اسمه جون بوخ هيلتسر عنده كتاب اسمه أرض الوجوه السمراء ترجمه كاتب عربي اسمه رمزي ياسين يتكلم في القصة هذه القصة الأسطورية بعدما يحكيها يحدد موقفه منها فيقول لسنا بحاجة إلى القول بأن هذه الأسطورة بحذافيرها مشكوك في صحتها
ولكن بتردد القول دائما بأن الحاكم من أحفاد سليمان، ولأن اعتقاد الناس الراسخ له قيمة أشد خطرا من صحة التاريخ، بمعنى أنه التكرار والتعبئة المستمرة خلت الناس يصدقون هذه الأسطورة، مع أن هذه الأسطورة هي أسطورة وليست حقيقة تاريخية. ولكن أحيانا الأساطير تفعل في الناس ما لم تفعله حقائق التاريخ. كابون جون بوك هكس زتباهله مسرقاو تمراوري مريت كدروت نقستات عبد حزب مصحفو ازي صوصواي بمخانو مالت منم زي طراطر ايو زخونه يكون حقنت ون يبلون ግን ከኣ ጽውጽዋይ ተደጋጊሙ ምስ ዝንገር እሞ ከዓ ምስ ዚ ናይ ነገስታት ምስ ናይ ንጉስ ሰሎሞን ብትእሳር ምስ ዝንገር ኣብ ኣእምሮ ደቂ ሰባት እውን ብምድግጋም ስለተነግረ ስለዝዓርፍ ዋግኡ ወይ ቀሊል ኣይኮነን። حقي እንገዛ እርሱ ልዕሊ حقي ክእመንን ልዕሊ حقي ክኸውንን ይኽእል እዩ ይብል። إذن إيش الحقيقة التاريخية؟ الحقيقة التاريخية هي أن الأقعزيان قبيلة عربية من جنوب الجزيرة العربية هاجرت إلى هذه المنطقة وأسست حضارة أكسوم، وكانت في بدايتها وثنية تعبد آلهة جنوب الجزيرة العربية، الإله عستر والإله مقا. الإله عستر هو نجم في السماء، وبالتقري السماء بيقولوها عستر، فكان يعبدوا آلهة جنوب الجزيرة العربية، وجابوا حضارة جنوب الجزيرة العربية ولغة جنوب الجزيرة العربية، وأقاموا المسلات المعروفة على حضارة جنوب الجزيرة العربية حتى سنة 330 لما اعتنق عيزانا العقيدة المسيحية الأرثوذكسية على المذهب الإسكندراني زي ما قلنا. إذن ما يقال بأن الأقعزيان لهم صلة باليهود هذا مجرد أسطورة لا علاقة لها بالحقائق التاريخية. الحقيقة التاريخية هي اللي قلناها، نرتبط بجنوب الجزيرة العربية. ስለዚ እምበኣር እቲ ታሪኻዊ ሓቂ ከምዚ ክንገልጾ ዝጸናሕና ኣቃዝያን ወይ ቀቢላ ኣቃዝያን ካብ ደቡብ ደሴት ዓረብ ተበጊሶም ንስልጣኔ ኣክሱም ዝመስረቱ ምዃኖም የርእየና ታሪኻዊ። ምክንያቱ ከዓ ብቐዳምነት ክመፁ እንከለዉ ናብዚ ቦታ እዚ ኣመንቲ ኣይነበሩን፣ እግዚኣብሔር ዝኣምኑ ኣይነበሩን። እንታይ ደኣ ኣብቶም ደቡብ ደሴት ዓረብ ዝኣምኑሎም ዝነበሩ እምነታት እዮም ዝኣምኑ ነይሮም። እሳቶም ከዓ እግዚኣብሔር ዓስተር፣ እግዚኣብሔር መጠር ዝበሃሉ እዞም እግዚኣብሔራት እዚኣቶም ኣብዚኣቶም እዮም ዝኣምኑ ነይሮም። እግዚኣብሔር ዓስተር ዝበሃል ንገዛሩ ዓስተር ብትግሬ ሰማይ ማለት እዩ። ስለዚ ንጉስ ሰማይ እውን ክኸውን ይኽእል። ስለዚ ከምዚ ኢሎም ክነብሩ ፀኒሖም ኣብ 330 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ግን ኤዜና ንክርስትና ተቐቢሉ ማለት ካብ እስከንደርያ ዝመፀ ናይ እምነት ክርስትና ተቐቢሉ ተዋህዶ ኮይኑ፣ ስለዚ ኣቃዝያን እዚ ዘርእየና ነገር እንተሃልይዎ ዝኾነ ይኹን ምትእስሳር ምስ ናይ ኣይሁድን ምስ ንጉስ ሰሎሞንን ወይ እውን ምስ ናይ እስራኤል ዝኾነ ይኹን ምትእስሳር ከም ዘየለዎ እዚ ታሪኻዊ ሓቂ እዚ የብርሃልና። وأيضا قبيلة الأقعزيان وقبيلة حبشد اختلطوا مع كل شعوب المنطقة ولم يختلطوا مع فئة بعينها.
كمون قبيلة حبشان قبيلة أغازيان مس كله أبتي كبابي زنبرة أحزاب كم التحواوسو يوزفلت. ونستطيع أن نقول أن الحضارة حضارة الأكسوم، الحضارة الأجعزية الحبشية اختلطت مع البجا، اختلطت مع الأجو، اختلطت مع كل الشعوب، وما في حد يستطيع يحتكر ويقول الأجعزيان هم لي دون الآخرين. لا، الأجعزيان والأحابيش لكل المجتمع، اختلطوا مع كل المجتمع. سلازي سلطاني أكسوم مسناي توم زمصو سلطاني أكسوم زمسرتو حبشا كونو يقازيان مستوم أبو صنحوم بيجان أجون مسكالو تحزابون مسكولاتهم كوينوم زمسرتو نكسنت وي سلطاني كوينوم زمسرتو سلطاني سلازخونه واننتو ناي حدا حزبي وي حدا قبيلة وين حدا بهر الكاك زرب أي كالم. جميل. الآن بعدما تكلمنا عن الأجعزيان كتنظيم سياسي يقود تصفاطيون وكحقائق تاريخية وجانب أسطوري في هذه الحقائق التاريخية، ننتقل عشان نتكلم في الأجعزيانية كفكرة. الأجعزيانية كفكرة امباركس دحري ازمر اينا اغازيان كم بوليتيكاوي ودب كم اون اغازياننتن كم التحساسبان كنرئي دلي. الأجعزيانية كفكرة هي وصف لفكرة تؤمن بضرورة سيطرة الأكسوميين التجراويين في إثيوبيا أو التجرينيويين في إريتريا على مقاليد السلطة والثروة. يعني الأجعزيانية كفكرة، أنا قاعد أتكلم كفكرة، تؤمن بأن السلطة سواء في إريتريا أو في إثيوبيا يجب أن تكون في يد التجرينية، في يد الناطقين بالتجرينية. مبار أغازيان كم التحساسبا يزبل زلخو أغازيان كم التحساسبا سلطان أب إرتران أب إثيوبيان نتي تجرينيا وين تجرينيا زارة وين تجراوي يكون الله إلو زعمنا التحساسبا. وكل واحد يحاول يحقق هذه القضية بطريقته، ما بالضرورة يسمي نفسه أجعزيان، لكن يحمل نفس الفكرة نفسها. كل دما ببناتو أجباب نزع التحساس بازي كون كجبري دل ناي قدن أيقونن أجازيان أو وأجازيان النت إلو كساميو. أيضا ليس بالضرورة إنه كل من يتكلم التجرينيا هو يحمل فكرة الأجعزيانية أو هو عضو في تنظيم الأجعزيان. كم أون كله تجرينيا زالب نتي أجازيان أو التحساسبا اللو مالت ويونز التحساسبا يقبل مالت أيقونن. معلش دكتور قبل قطع حديثك قريب كادي خا تقرب دلخا. قريبي شكرا. معلش شكرا. أنا تجاوزت أشياء كثيرة والباقي برضو حنفتح في المجال بعدين ممكن يجي. أنا كملت يعني تقريبا. إذن الأجعزيانية إنه مش كل التجرينيا، كل من يتحدث التجرينيا يحمل فكرة الأجعزيانية أو هو عضو في الأجعزيان. ماركس كلهم تجرينيا زاربو نتي أجازيانا التحساسبا اللون وين كلهم أكل نايتي أجازيان ودب إيوم مالت أيقونن. لكن
تمشي عليهم فكرة الأجعزيان من حيث لا يشعرون، يؤيدوها بطرق أخرى. يعني هم ما بيعرفوا أن هي الأجعزيانية، ولكن هي تقدر تمرر نفسها عليهم. ኮይኑ ግን ከይተረድኦም ከይድግፍዎ ይኽእሉ። فمثلا لو أخذنا فكرة سلف ناصنت إسياس أفورقي لما كتب نحن علمنا نحن وأهدافنا، عرف نفسه نحن يعني التجرينيا، وبدأ يعبي أبناء التجرينيا ويقول لهم إنه الناس عايزين يعربوكم وعايزين يحكموكم بالشريعة الإسلامية، والجبهة قتلت فيكم. المهم يعني بدأ يبث فكرة تعبئة ورسالة موجهة إلى التجرينيا، وعمل تنظيم يضم أبناء التجرينيا وسماه سلف ناصنت، لكن ما سماه أجعزيان، لكنه حمل فكرة الأجعزيان. ከምኡ እውን ሰልፊ ናጽነት ኣብቲ ንሕናን ዕላማናን ዝብል ኣብቲ ዝካየዶም ምልዓላት ኣብ ልዕሊ ተዛረብቲ ትግርኛ ማለት ብዙሕ ናይ ምልዓላት ኣካይዱ። እሱ ከዓ እቲ ናይ ዓረብ ምስፍሕፋሕ ወይ ናይ ቋንቋ ዝብል ኣብዚ ብዙሕ ተኻይዱ። ግን ኣብቲ ቁሉዕ ኣባህላ እዚ ምንቅስቃስ እዚ እቲ ሰልፊ ናጽነት ኢሉ ዝሰመዮ ምንቅስቃሳት ኣብ ቁሉዕ ኣባህላ ኣቃዝያዊ ኣተሓሳስባ ኣለኒ ግን ኣይበለን። ኣብ ውሽጡ ግን እዚ ሓሳብ እዚ ሓዚልዎ ዝኸይድ ኣተሓሳስባ እዩ ነይሩ ነቲ ንሕናን ዓላማናን ዝብል። وكان كل فكرته كيف ينهي جبهة تحرير إريتريا ويخرجها من الساحة، باعتبار أنها تنظيم يتناقض مع فكرة هيمنة التجرينيا. تنظيم مع الكل، لكن هو قدر يشوه هذا التنظيم. ስለዚ ኩሉ ሓሳቡን ብኣራብቲ እዋን ዝነበረ ከመይ ጌርካ ንተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ካብ ሜዳ ኤርትራ ምውፃእ እዩ ነይሩ። ንሱ ከዓ ምዚ ኣተሓሳስባ እዚ ዘይቃዶ ስለ ዝኾነ وفعلا قدر يخرج جبهة تحرير إريتريا من الميدان بالتحالف مع التجراي. እውን ነዚ ዕላማ እዚ ከረጋግፆ ክኢሉ ንተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ካብ ሜዳ ኤርትራ ከም ትወፅእ ገይሩ። እሱ ከዓ ብልፍንቲ ምስ ወያነ ሓርነት ትግራይ። كل ده كان يتم تحت عنوان عام اللي هو استقلال إريتريا ومصلحة إريتريا. እዚ ግን እዚ ክኸውን ከሎ ግን ኣብ ትሕቲ ናይ ሓባር ረብሓ ኣብ ትሕቲ ናጽነት ምእንቲ ናጽነት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጉልባብ እዩ ነይሩ። وتحالف مع الشيوعيين في حزب الشعب الثوري، وقدر يمرر عليهم هذا المشروع تحت شعار الماركسية. ከምኡ እውን ምስቶም ማርክሳውያን ማሕበር ዕዮ ብምስማዕ ነዚ ሓሳቡ እዚ ከም ቅቡል ከም ዝኸውን ገይሩ። يحكي لنا أحمد القيسي يقول في مقابلة له مع وكالة زاجل للأنباء الإريترية، يقول أنا يعني أحمد القيسي ورمضان محمد نور وعلي سيد عبد الله وأسياس أفورقي كنا جالسين تحت في مكان ما في الميدان، وجرى بيننا نقاش، ونقاش حاد وعنيف ارتفعت فيه الأصوات. أحمد القيسي أب حدا مركبو مسزاجل تبلنا إرترا زينا كم زقلصو أب حدا أوان أنا إساياس رمضان محمد نور علي سيد عبد الله أبزن برلالو وعي كتع تخايدو أمانغونا. وفي هذا النقاش إساياس أفورقي قال لرمضان محمد نور
طبعا رمضان محمد كان الامين العام للجبهه الشعبيه قبل اسياس. قال له انت واحد من الناس اللي كانوا يحلموا عشان يبنوا مجدهم على حساب الاخرين. ኣብዚ ክትዕዚ ማለት ኣብቲ እዋን እቲ ረመዳን መሓመድ ኖር ሰክረተር ናይቲ ውድብ ወይ መራሒ ናይቲ ውድብ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኢሳያስ እንታይ ብሎ ንስኻ ብዋጋ ናይ ካልኦት ናትካ ክብሪ ክትሃንፅ እትደሊ ዘለኻ ሰብ ኢኻ التجرينيا ወይ ትሓልም ኢኻ። ايوه التجرينيا دفعوا ثمن باهظ وقدموا تضحيات كبيره، وانا يجب من يحكم اريتريا، وان الجبهه الشعبيه يجب ان تغير تجدد نفسها، وانه انا يعني بمعنى التجرينيا واللي يمثلهم هو يحكمون اريتريا بشرط ان يحافظوا على حقوق الاخرين. ቀፂሉ ብምቕፃል ዘረብኡ ትግርኛ ዓቢ ዋጋን ዓቢ መስዋዕትን ዝኸፈሉ እዮም። ስለዚ ንሳቶም እዮም ዝመርሕዎ። ኣነ ከዓ ብኦም ኣቢለ ኣነ እየ እቲ ዝመርሕ ህዝባዊ ግንባር እውን ነፍሱ ክሕድስ እዩ። እቶም ካልኦት ትግርኛ ዘይተዛረብቲ ዝኾኑ ማለት እዩ ይመስለኒ እዚኣቶም ድማ ናቶም መሰል ሕልው ክኸውን እዩ ኢሉ أحمد القيسي يقول فوجئنا بهذا الكلام وما كنا نعهده فيه من قبل، هذا كلام جديد. أحمد قيسي يبل بزعمي إذا زربازي هندبت كويننا مهنياتو قدم حجي زي نفلطو كاب هندبتو زي وص زنبرة الزرار باس لزخونة بزعمي تقررنا سنبيدنا. لكن أنا في اعتقادي هم اللي فشلوا عشان يكتشفوا أسياس أفورقي أو عشان يكتشفوا الأجعزيانية في أسياس أفورقي، ونجح أسياس أفورقي في أن يخفي الأجعزيانية في نفسه. أنا بناتي الرأي جن مساتهم يوم زي مالت زي دخمت زرعي مخنياتو كلالي وأي كألون ኢሳያስ እውን ዕውት ኮይኑ ምክንያቱ ኣዛንነት ኣብ ውሽጡ ነዊሕ እዋን ክሓብኦ ምኽኣሉ ከዓ ንሱ ዕውት ነይሩ። وبعدين طبعا في إريتريا لما دخلوا كان مؤتمر نقفة سنة 1994 ميلادي، وأنهى أعلن نهاية الحزب الشيوعي اللي هو حزب الشعب الثوري، أنهى وجوده. بدحرزي إرترا مساعته أمنا ينقفا قبائع بشحن شعرت ميتن تسعان أربعة التي زنبري سقاماوي سلفي هزباوي ثوراوي سلفي بعلي أفريسوه. وبعد كده بعد حرب بادمة سنة 1998 اتخلص من بقية الرفاق الجي 15 وأخفى وجودهم، وبعدين ألحق بهم ناس عبد الله جابر والمجموعات اللي اتهمها بالانقلاب عليه، وأصبح هو المسيطر الآن في إريتريا. بدحرزي بدحرينا بعد ما يتحن شعات ميتن تسعان شمونتن وقع مالتيو توم قبل علي بتوم بصوتو بجل 15 زفلطو بدحريون ببعل عبد الله جابر مفنقل منغسته غبرات اليوم نيرو ابتحزبل نزياتهم كلاتهم دحر مسرراك فصوم سلطانن فصوم مراحل نايت هاجر بمخانو الرقاقيسو. دلوقتي احنا نشوف الأجعزيانية في إريتريا مطبقة. إريتريا الآن دولة يهيمن فيها فرد واحد ديكتاتور، لأن الأجعزيانية ما تمشي مع الديمقراطية، الأجعزيانية تمشي مع الديكتاتورية.
فنجد نظام ديكتاتوري مشبع بالأجعزيانية يؤسس دولة قومية متجرنة في وثائقها، متجرنة في إدارتها، متجرنة في إعلامها، وسيطرة كاملة من الناحية الثقافية، من الناحية السيادية، كلها تمثل التجرنة. وهذا الكلام وثقته وثيقة المفتي اللي اتنشرت في موقع عواده في وزارات السيادة، كلها أبناء تجرينيا، القضاء بالتجرينيا، كل شيء بالتجرينيا. إذن هذه هي السيطرة، سيطرة الأجعزيانية. واليوم دخلت في اصطدام مع التجراي، وهذه نقطة أخرى ممكن الناس بعدين تناقشها وتتكلم فيها. ሎሚ እምበኣር ኣገዝያንነት ኣብ ኤርትራ ተረጋጊፁ ንብል ምክንያቱ ኣገዝያንነት ብዲሞክራስያውነት ኣይኣምን እዩ። ናይ ሓደ ሰብ ግዝኣት ኣሎ ኣብ ኩሉ ሸነኻቱ እንተደኣ ክንሪኦ ኮይና ድማ ናይ ዜና ማዕከናቱ ድዩ ሰነዳቱ ድዩ ቋንቋኡ ድዩ ኩሉ ብትግርኛ ዝኾነ ወይ ዝተተግረነ እዩ። እዚ እውን ኣብቲ ብሙፍቲ ዝወፀ ፅሑፍ ነይሩ። ነዚ ዘረጋግፅ ነዚታት ዝገልፅ ብዙሕ ክንርኢ ንኽእል። ሎሚ ሚኒስተራት ይኹኑ ኣብያተ ፍርዲ ይኹን ዝኾነ ይኹን በቲ ንሱ ዝለክዖን በቲ ናይ ኣጋዝያንነት ኣተሓሳስብኡን ዝኸይድ ምዃኑ ዘርእዩና ብዙሓት ነገራት ኣለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እዚ ኣጋዝያንነት እዚ ምስቲ ካልኣይ ሸነኽ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ጎንፂ ኣትዩ ምህላው ንርኢ። እዚ ካብቲ ቀፂልና ብሓባር ንሪኦ ጉዳይ ከዓ ይኸውን። الأجعزيانية الآن في الجناح الثاني اللي هو جناح التجراي واللي معاهم من جناح التجرينيا بيقولوا إنه الجيش الإريتري طبح زلوهم هم اللي هدموا الكنيسة، اعتدوا على الكنيسة، اعتدوا على النساء، اغتصبوا النساء وطبح. هذه ثقافة الأجعزيانية، تعبئة ضد مجموعة معينة من أجل شيطنتها والعدوان عليها. بينما القائد الذي يوجه هذول الجنود، وهذول الجنود أخذوا بالقوة ومش بإرادتهم، أخذوا بالقوة وجندوا بالقوة في ساوة، واللي يقودهم هو رجل ناطق بالتجرينيا، وهو اللي وجههم في صراع تجرينياوي تجراوي أمحراوي بناء على الأساطير اللي احنا ذكرناها. እምበኣር ኣብዚ እዋን እዚ ንገዛ እርሱ እቲ ካልኣይ ሸነኽ ኣጋዝያን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብዚ እዋን ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ኣብቲ ቦታቲ ንገዛ እርሱ ክብል ማለት ነቲ ዝተረኽበ ነገራት ክገልፅ እንከሎ እቲ ኣብ ልዕሊ ኦም ዝተፈጥረ ፀገማት ካብ ጥባሕ ዘለዎም ሰባት ዝተገብረ ገይሩ ይገልፅ። እዚ ንገዛ እርሱ ባህሊ ናይ ኣጋዝያንነት እዩ። ምክንያቱ ምልዕዓል ኣንፃር ከተጥቅዖም ዝደለየኻ ኣካላት ከምዚ ጌርካ ከም ዘካይድዎ ንርኢ። እቶም ወተሃደራት ፈፂሞሞ ዝበሃሉ ወተሃደራት ንገዛ ርእሶም ብሓይልን ብዘይድልየቶምን ናብዚ ቦታታት ዝኣትዉ ኮይኖም ግን መራሕትኦም ከዓ ትግርኛ ዝዛረቡ እዮም። እቶም መራሕቶም ግን ከምዚ ኢልካ ይዝረብ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ኮይኑ እቲ ምስሕሓብ ወይ እቲ ግጭት ኣብ መንጎ እቲ ትግርኛ ትግራዋይን ኣምሓራይን ኣብቲ ቦታታት እቲ بخمس يلو يكاد مهلاو نرئي. وهذا ما بيعني زي ما قلت أول إنه كل التجرينية مع الأجعزيانية. في مجموعة من التجرينية وطنيين ضد الأجعزيانية كفكرة وضد الأجعزيانية كتنظيم، ويؤمنوا بوطن إريتري يجمع كل الإريتريين في ظل دستور وطني يعترف
بالثقافة الإريترية كلها بما في ذلك اللغة العربية التي هم تاريخيا زي ما فصلنا في بداية الكلام يرجعوا إليها في جنوب الجزيرة العربية. هذول مواطنين ما يؤمنوا بالفكرة. هذه حقيقة لابد أن نقولها. إذا كبل كلهم كلهم تغرينيا زاربو أغازيان يوم وين أبتينا أغازيان ودب يوم مالت هيكونكم كله مالت بزحات بكل زحكوا في هجر زأمنون بحدا ناي كلهم قوان زمر حلو زأمنون كلهم تحاقفهم كنبروا لا حنت هجر قتلوهم زأمنون مهلاو زي كحد قداي كوينو وين اتي زلوهم تاريخاو زمدناوين مستيك غلز صنحه ناي سمين دبوب دسيت عرب كم وين اب قانقوم دما كمتي كل زفلت علاو قانقاتاتهم قانقا تግርኛን عربኛን كوي زامنو اب حنتي كلهم ኤርትራውያን بسلام كنبرولا زخلو هاجر كم زلو زي كحد حقي مخانو خا كرغاغص يدل. وأنا في تحليلي هذا مجرد تحليل، أنا في تحليلي الصراع الموجود حاليا بين إسياس أفورقي وقيادات تجراي هو حول من يقود التجرينيا والتجراي ويكون منهم قوة مسيطرة في المنطقة. إسياس يريد أن يغير القيادة بتاع التجراي الموجودة حاليا ويجيب قيادات تجراوية موالية له وهو يقود المنطقة تحت فكرة الأجعزيانية تحت فكرة سيطرة التجرينيا. وهم القيادات التجرينياوية الموجودة حاليا التجراوية الموجودة حاليا عايزة تزيح إسياس أفورقي وتجيب في إريتريا حكومة موالية لها من خلالها تقود إريتريا وتعيد فكرة الأجعزيانية بحيث تحكم إريتريا من تجراي ولكن من خلال حكومة ضعيفة. هذه هي الأجعزيانية وهي اللي ماشية حاليا في الصراع الموجود والمجموعات الثانية مهزومة وخارج الدائرة. أبناتي تنتنا أوكي قويتهم حرة. I think قرب كنا وحنا له دكتور جلال كل أخباراتي سمرايز قبلنا. One, this is the last. Okay. Okay. أبناتي تنتنا تي ناي إساسن ناي تجراين مسحب أب من يمرحو نتي أجازياناوي سلطان من يمرحو أبزبليو إساس نزياتهم الجسو نسو زمرحو نسو زسميهم مريح النتات أبتي بوتا كقمت زياتهم كأبو أبيلهم نتي زوباب تغلالو زم حضرو كخون يدلي سلازي تي في اليوم نايمن يمرحيو نتي زوبايو بوغن ناي تግራይ እንተ ዳኣመጽ ኢካውን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኣልጊስካ ንዕኡ ማለት ንዕኦም ዝምእዘዝ ድኽም ዝበለ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ኣቑምካ ብኦም ኣቢልካ ነቲ ኣግኣዝያንነት ኣብ ግብሪ ንምውዓል እዩ። ስለዚ ክልተ ናይ ኣግኣዝያንነት ኣብ ግብሪ ናይ ምውዓል مجناس يتزرع زلو. وشكرا لكم ومعذرة للأخ جيتوم وشكرا للأخ قرماي على هذه الترجمة الرائعة والجميلة والماتعة وشكرا لكم أنتم على استماعكم والآن باب مفتوح لمداخلاتكم من أجل إثراء الموضوع وشكرا للجميع. أوكي أن يلي ودي اللخيو سلازي جيتوم ناباها كبرتي هبلنا دكتور جلال بتعمي نمجسكان نمسكنكان اتجزيه سلاز صبنا دا اي نمبر كتقصل بهم بلنا انا خمسه سلامنتاي تاريخ نغيركاس مزهج كنت زلنا يا كتتاساسرو ناي قدنير يردعنا خاولا كوا منني قال نطبطات حيزه اللخو
ግን እንደገና ነቲ ዝተባሃለ ምድጋም ስለ ዝኸውን ኣይክብሎን እየ ስለምንታይ ገዛ ናይ ሕቶ ዕድል ክህልዋ ከምኡ እውን ዝተፈላለዩ ሓሳባት ክህልው ስለ ዝኽእል ብልዝብ ብስምምዕ ብምክብባር ነቲ ኣፍ ደገ ክንከፍቶ ኢና ግን ብሕቶ እንተጀመርና መስርዕ መታን ክኾነና ዝበለፀ ክኸውን እዩ ኣነ ንእሽቶ ካብቲ ገለ ዝሓስክዎሲ ኣብ ደንከል ተወጊአስ ኣብ ጀዛን ተሓኪመ 4-5 ወርሒ ኣብ ጀዛን ገይረ تا جزان مساق أزيان أتحيزي هاي فلتن لو مشت تماهيرة ندقنا نقست سابا مس نقستي جزي أخذ فعلكم أزيب نقستي أزيب يغريتها مس نقست أزيب ون كل تستفعل عليه ستوري ويقع نفلت إن أخلنا لبولد مخانو ኣይፈልጦን ነይረ ሳባት ራያ ዝፈልጥ ታ ናይ ምኒልክን ናይ ሳባ ታሪኽን ኩሎም ንጉሳውያን ኢትዮጵያ ዘዘንትዋ ስለ ዝነበሩ ካልእ እውን ንኣሽቱ ከምኡታት ኣሎ እዚ ናይ ቢጃ ክሳብ ኣክሱም ከይተረፈ ገዚኦም ኣድዮም ዝብል ሕቶ እውን ገለ ካብቲ ሕቶታት ኣብ ዝወርድ ነይሩ ግን እንደገና ኣብዚ ገዛ ክሕተ ስለ ዝኽእል ንገዛ ክገድፈ زربا خيب زحكو كلخو كم سبي كا إيدي العيلة يحتت انتدلي مطعم مشت كبرتي هابلنا دكتور جلال مسانا خثوليخا حتتات متان مملاس كتحجزنا حوي جرماي كم قدم كا thank you خا نبغزا حدا بزح حتتات زلو حاو الله عدلنا هو تصفى محاري 5 minutes رسعك يا قويتو أو حتى خا أنا كابعته من دي خافتم قدامه زدلي نتا 5 minutes حجون نعا ني دكتور تصفى حنت حتى حتى تعدل كوبو حسرابي لما دحر نعرفتي ني حمش تدا كنوسدينا ملسي دحر عرفتي اوكي حنت خافتم بزحات حتتات كا دكتور يغني لي ردئيو زي نزعدل خمزي زربا لما تقدس الله تكون كايلو ملكت هيبنمو يغني لي نردئي زلوم مشيت كزرب دصنحي مبزحتو ابو صحفو سلازنبركو انببو ابت كومنت له انا ازي يغوهي تاريخ اثيوبيا ازي سلازمهارو تقديسون سلازريو زلوم زنبرك قراربا أزيب ماكدا سابا أبيت خرسيان نقدسلو زربايو نقست أزيب قادا يامسو الكابل دز زقبر قداسلو حانت سبيع تلتسبي الكالومي تقراين محران ببينوم يوم يلكا تزارربوم من البات أبيت خرسيان نقدسو بحد شمس لزوخاني جيغايو كالاي أج أزيان زبل كند أج أزيان تقريم تقرينيان دحر 85% ناي حزب إرترا خوينو دما أغازيان نحنا نونو خابز خون يخون سبن العلي بيمن أبيلون دحر مسيو خوينو و أب حمشاي كفل زمن حد حزب نيرنا قد ما عرب زنبرت يمن يازيا أيهود زنبروا أب كل تيو خباب دما أرمينا ينبورن حتى يكونتن مو دحر عيد عدل كباكا دكتور اوكي بل زاربو من تاي تعطوا أبو جزية كومنت دحراي أنا خيد يس مني زازار بوزي بزلو سوري زي أنت خيلكا هجمنا خلايت أخي بالله أبا خيس لزهون كي عند حر عدل هيب كان خزازما كين واحد زازما جن حتى قبهالن كله حتى يكون بجاهم دكتوري خا أوكي أنا حقوسي ما بزحت أبو صحي فيه سلزلو خا أبو أمبوه أوكي أنا بوجناي زانايلو معلتي زي بفلايد ما مستقل حرنت هزاميت كاس مسي سياس ممسو I think تقال حرنت بعلم بدك تقرن حرم الروح خوينام تقال حرنت بعلو نبرة أجازياني لا ترى بخزازما ودحنكم بروح مش هتكبروا لكم جزية خالد أنت رخبكم جن I would be very happy to give another lecture to you completely زخول دكتور جلال زولكم completely جيجا مخانو كحبركم مغنياتو cultural identity is okay political جن إحنا خم إرتراويانينا أجازيان النتكا بس ما يسأجمناني ودحنكم
يقريتا دكتور منالبات عدل مهابي ون جيجا نيري توتالي مولو جيجايو مبال disrespect you جن كا نحمش هذا عرفتن وزع يحريخن ملسينا يعني اللي